اهلا بيكم في مطبخ فراولة. تفتكري ب25 جنيه بس ممكن تعملي ألذ واطعم صينية بطاطس وكمان مشبعة لكل اسرتك؟ النهاردة وصفتنا موفرة جدا وطعمها بجد يجنن. لو هتفصلي في وسط الاسبوع باكلة بدون لحوم يبقى ركزي معايا وتعالى اقولك على السر اللي هيطلع البطاطس بالطعم والريحة دي. يلا بينا. بس اذا كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معانا هنا كيلو من البطاطس، والبطاطس هنا بعد ما قشرتها وغسلتها كويس جدا قطعتها شرايح، بس الشرايح لا تكون سميكة خالص ولا رفيعة خالص، حاجة كده شرايح وسط يعني. معانا كمان بصلاية كبيرة وغسلاها ومقطعها شرايح زي ما احنا شايفين كده، ومش هتفرق هنا اذا كانت احمر او ابيض، مش هتفرق. معانا كمان 3-4 فصوص توم مفرومين، والثوم هنا انا مخزناه ومطلعاه تقريبا معلقة صغيرة منه. معايا كمان ثمرتين من الفلفل، والثمرتين دول مقطعهم شرايح زي البصل بالظبط. ومعايا الطماطم بقى نص كيلو من الطماطم وغسلها كويس جدا وعصرتها في الخلاط، ولازم اكون مصفياها، ودي خطوة اساسية. ما ينفعش ابدا ان انا استخدم الطماطم وهي مش متصفية. ليه؟ علشان البذور والقشر بتاعها بيعمل لزعان في الاكل بتاعي او في الطبخة او في الوصفة بتاعتي، فما ينفعش استخدمها اطلاقا من غير ما تتصفى. ومعايا اخر حاجة بقى البهارات بتاعتي، وعبارة عن ملح وفلفل، ده اساسي في الوصفة. معايا كمان 7 بهارات، والسبع بهارات انا بفضل اني اشتريهم واطحنهم في البيت انا بنفسي، انا مش بضمن المطحون بره بيبقى عامل ازاي. والمكون الاساسي بقى والرئيسي هي معلقة القرفة. معلقة القرفة الصغيرة اللي انا ماسكاها دي، معلقة اللي هي الشاي الصغيرة دي، هي بتبقى مليانة، وده السر بقى اللي بيخلي بقى صينية البطاطس بتبقى في حتة تانية خالص، وريحتها بتفحفح جامد. معانا بقى في صينية هنزل بيه معلقة كبيرة من السمنة البلدي كده، وهي سخنة هنزل بقى بالبصل بتاعي واشوحه تشويحة بسيطة. انا مش هحمره، لكن هديله تشويحة بسيطة كده يدوب يدبل، يعني زي ما احنا شايفين كده، هو النار سخنة او نار متوسطة، بشوحها تشويحة كده على اساس ان هي تدبل مش تتحمر. ومش بكمل حاجة، انا ما قطعتش حاجة من الفيديو عشان اوريكم المدة بتاعت الفيديو عاملة ازاي، مفيش دقيقتين، اقل من دقيقتين. وهنزل معايا بالبهارات بتاعتي، طبق البهارات اللي انا قلت عليه، والثوم بتاعي. بشوح بقى تشويحة بسيطة جدا، يعني برضو انا بدبل البصل مش بحمر، بدبله كده بس يدوب الريحة بتاعت البهارات بتطلع والبصلية بتدبل. ما اقولكوش على الريحة رهيبة يا جماعة، الريحة رهيبة. بنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي المعصور ومتصفي كويس جدا، وزي ما قلنا دي خطوة اساسية. هنزل برضو بالفلفل بتاعي، انا الموضوع كله ني في ني، الصينية كلها ني في ني، بس التركة بتاعت تحمير البصل مع البهارات دي اساسية، دي جربيها وهتدعيلي. بعد الفلفل بقى بنزل بالبطاطس بتاعتي، ولو عايزه نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه بحط لها، مفيش مشكله خالص. انا دلوقتي بقلبها كويس علشان كلها تتجانس مع التتبيله والبصل والثوم وكل البهارات، وهغطيها. واول ما تبتدي تغلي هخليها على نار هاديه جدا، هتبقى النار اكنها شمعه لغايه ما توصل للمرحله اللي احنا شايفينها دي. تمام كده، هي يعتبر استوت على نار هاديه جدا. وهدخلها بقى تحت الشوايه تاخد لون جميل ولون ذهبي كده زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بعد ما طفيت عليها دخلتها تحت الشوايه خدت لون رائع، بجد شكلها يجنن وريحتها. عايزه اقول لكم اولادي كانوا على السلم طالعين، واول ما دخلوا البيت قالوا لي ايه ريحه الشاورما دي يا ماما. بجد بجد الصينيه مبهره، موفره جدا، وما كلفتنيش اكتر من 25 جنيه. كانت كيلو بطاطس ب7 جنيه، ونص كيلو الطماطم ب5 جنيه، يعني 12 جنيه. وال 12 جنيه التانية كنت حطاها تحت حساب البصلاية والثمرتين الفلفل، واذا كانت معلقه البهارات. عملت جنبها بقى شوية رز بشعرية، ما اقولكوش على الجمال، الميكس مع بعضه رائع. يوم يعتبر فصلنا فيه من اللحوم والفراخ والاسماك، بس جامد. لذيذة، اشجعك تجربيها وقولوا لي رأيكم في كومنتات، دي حاجة بتبسطنا. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.